السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما أبدأ الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بقدمه إن شاء الله. زي بعض يا جماعة محتاجة منكم انتوا تدعموا القناة شوية بلايك واللي يا ريت اللي يشوف القناة يشترك فيها، وشكرا لكم. يعني النهاردة كده قلت عايزة اغير من البانيه والمكرونة يعني كل مرة نعمل البانيه والمكرونة بالشكل التقليدي اللي بنعمله على طول، فحبيت ان انا اغير، ففكرت بقى ان انا اعمل لهم طواجن المكرونة ديتي. بس بصوا المكرونة كانت عاملة ازاي. المكرونة احنا حطيناها نية، لكن والله بصراحة كانت جميلة جدا وطابت زي الفل. هنشوف الطريقة عملتها ازاي. انا جبت هنا صينية او طاسة اللي موجودة عندك يعني، او حلة، وحطيت فيها كده معلقتين زيت، وهنزل بيه يعني بصوا كمية بصل كويسة، هو اقل من كيلو، يعني من حوالي كيلو الا ربع كده يعني بصوا من كيلو الا ربع الكيلو بس. طبعا احنا عشان البصل بنجيبه عندنا في البيت، مثلا بنجيب كمية وبنشيلها، فبيبقى لما بنيجي ناخد بنبقى مش عارفين خدنا كيلو بالظبط يعني. وهنا جبت حلة تاني وحطيت فيها برضو معلقتين زيت، وهنزل ببصلاية كبيرة فيها. انا كده هقلب البصلة الصغيرة اللي في الحلة، البصلتين دول هعمل بيهم التقلية. اما البصلة اللي في الصينية، البصل الكتير ده، انا طبعا قلبت البصل كده دقيقتين، وكمان هعمل هقطع فلفلاية كده، فلفلايتين 3 يعني، مش فلفلاية واحدة. هقطعهم كده، وما كانوا في الفريزر خلي بالكم. هقطعهم على البصل. وعندي بانيه، نص كيلو بانيه، قطعته مكعبات صغيرة كده خالص، وهنزل بيها برضو على ايه، على البصلة، بس شويتين يعني. انا هنا كنت برضو بحمر بطاطس، بس يعني البطاطس دي كلوها قبل الغدا، يعني كان لسه بدري على الغدا، وانا قلت طب ايه يعني بالمره وانا واقفه بحمر لهم البطاطس للفطار يعني، فقلت ان انا ايه اعمل اجهز شويه في الغدا. ما بنصدق بقى ندخل المطبخ بقى، تبقى عايزه تعملي كذا حاجه لو وراكي في المطبخ، لكن حته نعمل حاجه واحده بس ديتي بتبقى يعني كل شويه ندخل نعمل، فبنصدق. قلت وانا بحمر لهم البطاطس عشان يفطروا اعمل اجهز في الغدا. انا هنا حطيت الملح المبهر، زي ما قلت لكم انا بحب اجيب الملح والتوابل، وان شاء الله بعمل لكم فيديو بيهم واخلطهم كلهم على بعض. في توابل بتنفع تتخلط على بعضها وفي لا، وبضيف بدل ما اخد من كل برطمان يعني كده معلقه توابل لا، باخد كده معلقه من الملح المبهر ده، وضفت فلفل اسود مطحون، وضفت كمان بابريكا. كمان هنا عندي توم باودر، ضفت شوية عليهم توم باودر كده. هنا البصلة خلاص صفرت، انا مش عايزاها تبقى محمرة يعني. طشيت طماطم، بصوا اخدت كيلو طماطم، لان انا ما كانش عندي طماطم، بعت جبت كيلو وفرمته كله ونزلت بيه على البصل. بصوا ادي البانيه اهو اللي انا قطعته نص كيلو، نزلت على البصلة. هنا انا كنت خلاص يعني جليت البطاطس، وكمان طلعنا وفطرنا وشربنا الشاي وقعدت كمان شوية، شفت وراي حاجة في الشقة ورجعت تاني للمطبخ. هحط برضو على الصلصة، انا الصلصة مش عايزاكم تسبكوها، انا يدوبك كده عايزاه يبقى فيها مية.
حطيت ملح مبخر، حطيت فلفل اسود مطحون، حطيت بابريكا. هقلب كله مع بعضيه، هقلب كله كده اهو مع بعضيه. شايفين الصلصة مش اللي هي مسبكة بقى وناشفة خالص، لا. ولو انت سبكتيها ونشفت منك ضيفي لها ميه، لان انا وادي البصله اهي. انا حسيت ان هما كانت بردت شويه فسخنتها. انا الطواجن هنا جبتها وغسلتها. الطواجن دي صغيره، يمكن انتوا شايفينها كبيره، لا هي صغيره خالص. الطواجن دي مش كبيره. حتى عارفين ده اللي هو بيد شويه المفلطح دوت شويه. خلي بالكم، بصوا بيشيل اقل من التانيين. يعني هو كبير بس مش طويل، فبيشيل لما بيشيل تحط فيه حاجات ما بيبقاش كتير يعني. بس انا كده بصوا وزعت العصاج اللي احنا عملناه بالبانيه دواتي. هوزعه بقى كل شويه، هحط في كل طاجن حبه كده. بس اهو بصوا، كل طاجن كده هنزل فيه شويه اوزع عليهم. انا كنت حاسه ان العصاج هيبقى كتير معايا، فقلت يعني فكرت لو اتبقى عصاج معايا هاخد الباقي اعمله في صينيه جلاش يعني. بس هو العصاج كان يدوبك، وانا كمان كنت عايزه احط طبقه حلوه يعني قلت بس خلاص كفايه دول. لكن لو كانت بقى معايا كنت عملت يعني ايه بصينيه جلاش. بس بصوا انا جبت المكرونه اهي وراكم، هي نيه. هضيف في كل طاجن شويه، ما تمليش الطواجن قوي عشان لسه هنحط ايه الصلصه فما تمليش الطواجن قوي مكرونه. بصوا هي من الكيس على طول فضيتها على ايه، على العصاج يعني اللي احنا عملناه. بس بصراحه والله كانت اكله حلوه وجميله وطعمها حلو. وبصوا تغيير احنا الكبار بنحب نغير وننوع، فما بالك بقى بالاطفال او العيال عندك بقى ايه، لا بيتعنوطوا شويه على الاكل. لا احنا عايزين انواع مختلفه احنا كل يوم وهكذا. بس برضه نفس الحكايه، انا هكمل المكرونه في الطواجن كلها. الصراحه الطواجن ديتي حلوه جدا، وانا بحب الطواجن الصغيره ديت. يعني انا جبت طاجن كبير بس مع الاستعمال يعني بعد فتره طج، يعني الشرخ الاول بعدين طج. رغم اني بجيب الطواجن ديتي، بصوا انا هنزل كده بس بالطماطم او بالصلصه بتاعتنا اللي هي بالتجليه. بصوا فانا كنت بجيب كنت ب... اه بجيب الطواجن ديتي وبدخلها الفرن. يعني بصوا اسخن الفرن كده نص ساعه، وبعد كده اطفي الفرن وادخلها واسيبها لما الفرن يبرد خالص، اول استعمال ليها يعني. ومع ذلك في طاجن الكبير ده طج مني، فخلاص يلا الحمد لله مع الاستعمال. المهم ان انا رحت جبت دونامات الصغيرين، نزلت بقى على اساس ان انا اشتري 2 كبار، فعجبوني دول الصغيرين. بس برضو والله الرغم ما جبتهمش مرة واحدة يعني، تقريبا كنت كل ما اطلع اشتري 3 على حسب ما كان يبقى معايا فلوس. بس وبيني وبينكم يعني برضو انا وقفت في شراهم شوية، لكن انا عايزة ارجع اشتري منهم تاني لان هم صراحة حلوين وعمليين. كمان دول صغيرين يعني. لو انت عندك برضو، انا عندي الكبير وعنده الصغير، فطبعا لو انت عندك حد كبير
ممكن ياكل 2 من الطاجن ده. يعني الطاجن مش كبير قوي، ده طاجن صغير خالص. طيب هنا عارفين بقى الطماطم احنا ليه حطيناها كده تكون فيها ميه، ما تكونش مسبكه خالص، علشان هي اللي هتسوي لنا او هي اللي هتطيب لنا المكرونه. بس لو انت المكرونه عندك مش طيب يعني ما فيهاش الصلصه، اقصد ما فيهاش ميه كتير، ضيفي ميه على الطواجن. بصوا شايفين، كان صراحه طعمه حلو جدا، وزي ما قلت لكم كان تغيير طلع من الطاجن. بصوا بقى حلو كمان للناس اللي هم الدايت. والله وانا برضو مش هفتي واقول لان ده مش اختصاصي، الله اعلم، لكن انا يعني اللي عايزه اوصله لكم ان احنا مش حاطين ماده دهنيه كتيره. يعني الماده الدهنيه كانت قليله خالص، احنا يا دوبك حطينا ماده دهنيه في العصاج زيت ومش كتير، وحطينا كمان شويه كده برضو في التجليه او الصلصه وما كانتش كتيره. ف والمكرونه ما حطيناش فيها خالص. بصوا المكرونه انا اهو طيبه خالص، شايفين ما شاء الله، يعني كانت طيبه ومش معجنه، والطعم كان حلو جدا بقى الحمد لله. فدي جربوها كتغيير كمان. والله عايزه اقول لكم على حاجه، انا كتير بيبقى ما عنديش بانيه او لحمه او اي حاجه، بعمل نفس الطريقه ديتي، بس مش بحط العصاج. يعني احط المكرونه في الطاجن واحط الصلصه فوقيها او التجليه اللي احنا عملناها وادخلها الفرن، وكل واحد ياخد زي ما هي نفس نية نفس الطريقه بالظبط. بس ما بعملش العصاج لما بيكون خلاص ما فيش في البيت وعايزين نتصرف ونعمل اكل، فبعملها لهم بالطريقه ديتي بدون عصاج. كان كمان في جرجير، اشتريت جرجير النهارده وغسلته وحطيت معاه شويه. كنت عايزه اقول لكم برضو على حاجه، الطواجن ديتي الافضل ان انت تغطيها بفويل، بس انا ما كانش عندي الورق الفويل دوتي فما عنديش فحطيتها، لكن فتحس ان المكرونه كده من على الوش في كام واحده كده نشفوا، او النص اللي من فوق نشف واللي من تحت اللي هو في المكرونه لا. اهو شايفه بوريها لكم، لان انا ما عنديش ورق فويل فما غطيتهاش. بس لكن لو انتوا عندكم تمام يبقى الافضل تغطيها. لكن عايزه اقول لك بصي هي طابت ومية مية وزي الفل، سواء غطيتيها بورق الفويل او ما غطيتهاش. بس اهو برضو بوريكم منتجن تاني، وكمان قدمت معاهم حبة زيتون. بس فمش عارفة بقى تنفع للدايت ولا لا، بس انا كل اللي عايزه اقول لكم ان هو كانت المادة الدهنية فيها بسيطة جدا. بس وده كان الغدا بتاعنا النهاردة. عملت الطواجن دياتي وحطيت الجرجير، وكمان حطيت شوية زيتون مخلل، وده اللي كان الغدا. يعني انا كنت فكرت برضو ان انا اعمل طبق سلطة، بس كسلت الصراحة، يعني كسلت خالص يعني، فرحت قلت خلاص مش مشكلة. انا بقول لكم من العصاج هنا كان طعمه الملح بتاعه مظبوط جدا، وادي التجلية او الصلصة اهو شايفين من على الوش جميلة وحاجة خفيفة كده، وزي ما بقولك اقتصادية كمان لو انتي ما حطيتيش عليها البانيه. ولو انت حطيتي البانيه خلاص تمام، ضفتي برضو مادة غذائية للأكل. ما عندكيش خلاص، يعني احنا مش بنوقف على حاجة، اللي موجود في البيت بنعمله والحمد لله يعني بياكلوه. هو اهم حاجه ان انت بس ايه تحط لهم شويه اضافات معاها مع الاكل، علشان خاطر زي ما بيقولوا العين بتاكل الاول. يعني العين اللي بتشوف الحاجه حلوه خلاص بتقنع المعده ان الاكل كويس. بس اهو بصوا كانت طيبه خالص وجميله
وزي ما بقول لكم انتوا واخدين بالكم ان شايفين لما جلبت الطاجن تحسوا ان الطاجن كمان ايه مش كبير، شايفين طاجن صغير ازاي كده احسن، لان انا ولا تغرف ولا حاجه، يعني انا بدي مش بديهم الطاجن. لو في المكرونه البشاميل بدي لهم الطاجن كده اهو بياكلوه في نفس الطاجن. الصراحه المكرونه ديت كل واحد خد طبق عشان جلب الطاجن بتاعه، لكن عايزه اقول لك ان هي حلوه وحتى هتوفر لنا في المواعين. اه انا مش فاكره كنت بقول ايه يعني، بس الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.